صباحكم فل. النهاردة عندي طلب ورجاء من بلدنا الأم مصر. لما بمشي بالعربية في الطرق الألمانية أو الأوروبية عموما بحبها أوي. ليه؟ مش بس عشان هي متسفلتة ونضيفة وجميلة يعني وسلسة، لا، لأنه كل حارة متعلم لها امتى تقدر تخرج من الحارة وهل مسموح لك الخروج منها أم لا. يعني الخط المتواصل معناه إن مش مسموح لي أخرج، الخط المتقطع معناه مسموح لي أخرج. طب ساعات بنلاقي خطين جنب بعض، خط يمين وخط شمال، واحد متقطع وواحد موصول. معنى كده إن اللي في الحارة اللي فيها المتقطع يقدر يخش في الحارة التانية، لكن الحارة اللي فيها المتواصل الموصول مش من حقه يخش في الحارة اللي فيها متقطع. طبعا انتوا اتلخبطتوا. لو الناس اللي بتسوق هتبقى فاهمة كلامي، خصوصا انهم عملوا هنا الامتحانات والكورسات والامتحانات بتاعت السواقة، فعارفين العلامات. لكن في ناس عايزة تتعلم وما تعرفش، فانا بوضح لكم. ثانيا بطلب من القائمين على الجهات المعنية في بلادنا العربية وخصوصا بلدي الأم مصر، انهم يعملوا لنا النظام ده في مصر. يعني ايه؟ يعني طرق السريعة. خلي بالكم ده مش في الطرق السريعة بس، في ألمانيا ده في كل الطرق، حتى اللي بنمشي فيها 30، حتى اللي بنمشي فيها 50 حاطين لنا العلامات. الحارة ممنوع تخرج من حارتك الا لو كنت عايز تعدي واحد وبتطلع على نفس السرعة طبعا المسموحة، تطلع قدام وتخش بداله قدام يمين وتسيب الحارة للجار اللي جاي من ورا، ما بتتنكش ماشي في الشمال طبعا. اتمنى اني اشوف الكلام ده بيتحقق في بلدي، لانه بيسهل قوي قوي على الناس انها تبقى عارفة القواعد. ثانيا اللي هيغلط يبقى في كاميرات تلقطه، واللي يعمل غلطة يدفع، ولما هيدفع هيتوجع، مش هيكرر الغلطة تاني. اكتر حاجة بتعلم الانسان الحاجة اللي بتوجعه او الحاجة اللي بيدفع فيها فلوس. فيا ريت زودوا الاشتراكات على الناس وخلوا اي واحد يغلط يدفع فلوس، هتلاقوا الناس تمشي زي الالف. صباحكم فل. رشا امين من المانيا، وبحبكم وبحب بلدي الام مصر، وبفخر اني اتولدت وعشت مصرية الجذور ومصرية الهوية، بغض النظر عن وجودي في اي دولة او وجودي في اي مكان في الدنيا. انا مصرية واعلن انتمائي مرات ومرات ومرات لبلدي الام.